ممكن اندم لما اقول لك الكلام ده، بس هعرفك الاسباب الحقيقيه اللي مش بتخليك تخس مهما حاولت، واللي بعرفها للناس اللي بيتابعوا معايا وبتجيب معاهم نتائج عظيمه جدا، واللي بالتالي هتجيب معاك نتائج عظيمه جدا وهتغير حياتك. لاني عارف انك عندك معلومات كتير جدا في مجال التغذيه، وسمعت فيديوهات كتير جدا ونصايح طبيه كتير جدا. فانا مش هقول لك النهارده نفس الكلام اللي هو تقلل من النشويات وتزود البروتين وتمنع الحلويات وتشرب ميه كتير، لاني عارف انك عارف الكلام ده بالفعل، وعارف انك طبقته كتير وحاولت تلتزم بالدايت كتير، وبرده كل ده بدون فايده. واحب اكد لك انك مش لوحدك اللي مريت بالتجربه دي، ده ناس كتير جدا كانت بتعاني من الموضوع ده. وان شاء الله تكون دي اخر مره ليك، وتبدا تستمتع برحله التخسيس وتعرف ازاي تعيش اسلوب حياه صحي مثالي. لان التخسيس ده مش دايت قاسي تمشي عليه وتخس وترجع على حياتك الطبيعيه، بالعكس ده الموضوع اكبر واعمق من كده بكتير جدا. تمام؟ فمش محتاجين دايت قاسي اصلا تمشي عليه خالص، يعني ما بنفضلش ده غير لو عندك مناسبه او عندك فرح وعايز تدوس على نفسك شويه. غير كده الرجيم الصحي واسلوب الحياه الصحي هو الاساس. وعشان كده السبب الاول اللي مش بيخليك تخس وهو العقليه. تمام؟ انك لازم تغير عقليتك، يعني لازم تعرف ان التخسيس ده مش مجرد شهر ولا اسبوعين دايت قاسي وخلاص كده وارجع اعك تاني براحتي. لا، ده التخسيس ده رحله واسلوب حياه صحي بتمشي عليه طول العمر. تمام؟ فانك تبدا تظبط الاكلات بتاعتك، تبدا تاكل حاجات بتحبها، تعمل رجيم بدون حرمان، يعني تمنع الحاجات اللي بتلخبط معاك الدنيا بشكل كبير جدا، وعارف ان دي نقط ضعفك اللي بتزودك في الوزن، دي تمنعها وتحط بدائل صحيه انت بتحبها تبقى هي في اسلوب حياتك الصحي اللي تقدر تمشي عليه طول عمرك ان شاء الله. ده هو الاساس. فالمهم في رحله التخسيس دي وهي الاستمراريه. تمام؟ ان انت بتلتزم بدايت واسلوب حياه صحي ورجيم بدون حرمان تمشي عليه اطول فتره ممكنه، يعني نفضل يبقى طول العمر. تمام؟ خسيت في الاسبوع نص كيلو مفيش اي مشكله، حلو زي الفل. لو بتخس كل اسبوع نص كيلو، يعني في خلال 6 شهور هتبقى خسيت مثلا 12 كيلو، زي الفل، حلو جدا. تمام؟ طيب لو انت اول اسبوع ده خسيت نص كيلو واحبطت زي ما بيحصل، وترجع تلخبط وتفتح تاني وتاكل كل اللي انت عاوزه، هتزيد. فتيجي بعد ال6 شهور دول بدل ما تبقى خسيت 12 كيلو وشكلك اتغير وجسمك كله اتغير، هتلاقي نفسك زدت بال5 وال6 كيلو. يعني هتحبط اكتر وهتزعل اكتر وتتضايق وتبقى عايز ترجع تبدأ من جديد، وتفضل في نفس الدايلما دي اللي مش عارف تخرج منها. فاول حاجة محتاج تغير العقلية بتاعتك. تمام؟ يبقى اسلوب حياة صحي همشي عليه على طول. خسيت الاسبوع ده نص كيلو، حلو جدا. خسيت كيلو، خسيت 2، ما خسيتش خالص، زي الفل. طيب زدت في الاسبوع ده، ابدأ اعرف ليه زدت الاسبوع ده، وابدأ عدل في الحاجات اللي بدأت تزودك في الوزن دي، وابدأ امنع منها. هتلاقي نفسك رجعت تخس تاني بكل سهولة. حوار بقى ان انا عايز اخس بسرعة جدا وبعدين يحصل لي احباط لو ما خسيتش بسرعة والكلام ده، لازم تمنعه بقى، لازم تمنعه، لان ده اللي بيسبب الفشل المستمر ليك في الدايت. والسبب التاني اللي مش بيخليك تخس مهما حاولت، واللي بشوفه باستمرار عندي في العيادة، وهو قلة النشاط البدني. تمام؟ يعني طول الوقت يجي لي ناس عايز يخس بدون مجهود، يعني الكلام ده مش صح ومش حاجة حلوة. بنخسسهم مفيش مشكلة، بس ده مش صح. الصح ان انت يبقى اسلوب حياتك في حركة وفي نشاط وفي مشي وفي جيم وفي رياضة. الحاجات دي بتفرق معاك بشكل كبير جدا في الطاقة بتاعتك، بتخليك اقوى، بتخليك نشيط اكتر، بتزود من ثقتك في نفسك. فالرياضة عظيمة جدا. تمام؟ اقل نوع في الرياضة اللي ما ينفعش تستغنى عنه وهو المشي. ده اقل نوع. لو انت مش بتمارس اي رياضة ولا عندك اي مشاكل صحية، المشي هيكون كويس جدا معاك. تمام؟ طيب صحتك الحمد لله احسن وعاوز حاجة افضل، يبقى الجيم. تمام؟ انزل جيم على الاقل 3 مرات في الاسبوع، ويبقى ليه وقت معين في اليوم. انا والله كل يوم مثلا سبت واثنين واربع بعد المغرب بروح الجيم، ده وقت ثابت للجيم وخلاص. كل اللي حواليا عارفين الوقت ده وقت الجيم، محدش هيجي يطلب مني حاجة. تمام؟ بالعكس، اما اصحابك يلاقوك ملتزم وخلاص بقى عندك اسلوب حياة، ده هيبدأ يشجعهم ان هم يجوا معاك الجيم وتبني بيئة صحية في حياتك. تمام؟ فالجيم عظيم جدا. تمام؟ لو بتعمل رياضة يبقى حلو واحلى واحلى. لو بتروح سباحة مرة في الاسبوع ولا مرتين في الاسبوع، احلى واحلى. انك
تركن العربيه بتاعتك بعيد شويه عن الشغل وتنزل تتمشى نص ساعه لحد ما توصل للشغل، وبعدين ترجع نص ساعه دي تاني لحد العربيه، حلو جدا. المشي عظيم جدا. المهم يبقى في حركه وفي نشاط، تمام. يعني بتضايق انه يقول لي انا عايز اخس بدون مجهود. ما هنخسسك، بس بعد كده مش هتقدر تستمر، ولا يبقى عندك طاقه، ولا يبقى عندك قوه، وهترجع تلخبط بكل سهوله. فالسبب التاني اللي محتاج تبدا تضيفه في حياتك وهو الرياضه او النشاط البدني عموما، هيفرق معاك بشكل كبير جدا. السبب الثالث اللي ناس كتير جدا بتغفل عنه وهو مهم جدا، وهو السهر وقله النوم. السهر وقله النوم بيأثروا بشكل كبير جدا على الوزن، تمام، لانها اصلا بتعمل اضطرابات في هرمونات الجوع والشبع. يعني هرمون الجريلين المسؤول عن الجوع بيزيد بشكل كبير جدا مع السهر وقله النوم، تمام. فهتلاقي نفسك جعان عايز تاكل كتير، وهرمون الليبتين المسؤول عن الشبع بيقل افرازه بشكل كبير، فهتلاقي نفسك كل ما بتاكل برضو جعان عايز تاكل اكتر، تمام. فده غير طبعا ان السهر وقله النوم بيأثر على المستوى الحراري في الجسم، بيسبب مقاومه الانسولين، يعني بيقلل الحساسيه بتاعه الخلايا للانسولين، تمام. بيقلل من هرمون النمو، يعني هرمون النمو اصلا بيشتغل بشكل افضل وقت النوم المثالي، ما تنام من 7 ل 8 ساعات او ل 9 ساعات كمان على حسب السن بتاعك، تمام. ده غير ان السهر وقله النوم بيزود من هرمون الكورتيزول المعروف بهرمون التوتر، وده بيساعد على تخزين الدهون في منطقه البطن خاصه. يعني كل اللي بيسهر ده هتلاقي عنده كرش كده مضايقه، فعايز تتخلص من الكرش ده ابدا ظبط نومك، تمام. يبقى في جدول نوم كده صحي، يعني بتنام في وقت معين وبتصحى في وقت معين، بتنام في حدود 7 ل 8 ساعات يوميا، تمام. 7 ساعات حلو جدا. انك تمارس رياضه هيساعدك في تظبيط النوم بشكل كبير جدا. انك تمنع القهوه قبل المغرب، يعني خلاص اذان المغرب امنع قهوة تماما، ما تشربش قهوة بعد الساعة 5 مساء يوميا، قهوة وشاي ومشروبات الكافيين عموما. انك تعمل التمارين بتاع الاسترخاء قبل النوم، يعني القراءة، التأمل، تمارين الإطالات، الحاجات دي كلها بتساعدك انك تنام بشكل كويس. 3 اسباب دول اهم 3 اسباب بيخلوا الناس مش عارفه تخس ولا عارفه تلتزم بالدايت. لو بدات تظبطهم في اسلوب حياتك بجانب النصايح طبعا اللي انت عارفها، انك تقلل من النشويات وتمنع الحلويات وتمنع الشيبسي والبيبسي والحاجات دي كلها، وتزود من البروتين هيبني العضلات وهيساعد في سد الشهيه، وتزود من الالياف بتاعتك وتزود الميه، الحاجات دي كلها طبعا انت عارفها، وطبعا بتشوف فيديوهاتنا باستمرار، تمام. فمش هنقولها لك الفيديو ده، يعني احنا ما قلناهاش خلاص. اهتم بال3 نصايح اللي احنا قلناهم دول وهتلاقي نتيجة عظيمة جدا. وطبعا اعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس وتساعد في انتشار المحتوى الطبي، تمام. واعمل اشتراك في القناة عشان يوصل لك كل جديد اول ما ننزله، واشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام عليكم.